السلام عليكم. اترك كل شيء بيدك، انصت جيدا واستمع بقلبك، فإن ما ستسمعه الآن ليس رواية تحكى، بل بداية الوجود نفسه. قبل أن تقاس اللحظات، وقبل أن يضاء أول خيط من نور، كانت هناك لحظة واحدة حاسمة، لحظة صارت فيها الحياة في جسد آدم عليه السلام، فاهتزت لأجلها السماوات والأرض. ومن تلك النفخة الأولى اندفعت مسيرة الإنسان، رحلة امتدت عبر العصور، خطت ملامحها الأقدار، وصاغتها يد الخالق سبحانه وتعالى بحكمة لا يدركها زمان. أمم باتت في رماد النسيان، وأمم ارتفعت وتقدمت حتى أوشكت أن تحكم العالم. طوفان يغرق الأرض كأنها جرح في صفحة الزمان، ممالك تنهض من الصخر وتنهار تحته، جيوش تتصارع على البقاء، وملوك يجرون العالم خلف ظل تيجانهم. وسط هذه العتمة من التاريخ يظهر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، نورا يبيد هذه العتمة ويرسم الطريق الصحيح للبشر، ويوصونهم بعبادة الله الواحد القهار. هذا ليس سردا لما كان، بل إحياء لما صنع بالدم وتحرك بالقدر وارتسم على خارطة العالم بقوة السيف والفكرة والإيمان. من أشعل أول نار حرب، وكيف خلقت أول حضارة من ركام الفوضى، وأي سر دفنته الأرض فلم تكشفه حتى الآن. هنا لن نكتفي بأن نحدق في الماضي، بل سنفتح أبوابه ونعيد ارتشاف رقامه، ونمشي بين أطلاله كأننا شاهدناه بالضبط. هيا بنا احزم أمتعتك يا صديقي الجميل، واستعد لننطلق معا إلى رحلة عبر الزمان، رحلة سار فيها الملوك والأنبياء، واندثر فيها جند لا يحصون. هذه الرحلة التي بدأت بخلق آدم عليه السلام، وما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة التي تشاهد فيها الفيديو. كونوا معنا لاكتشاف ما هو أكثر غموضا. دمتم بخير.